ويعطي الفرحة لجمهور النصر اللي كله واقف على قدميه حتى في الواجهة، في مدرجات الواجهة. ضربة حرة مباشرة الآن لصالح النصر. ما زال يعني أخذنا أكثر من دقيقة، تقريبا دقيقة على موضوع الركلة الحرة المباشرة. والحائط من فريق نجران في حوار يستمر مع عبد الرحمن العمري، وتفتر عزيمة اللي راح يسدد مع الوقت اللي طال في الحديث والحوار. والكرة الآن من بينو، حسم الأمر بأوتوغول، يحسم الأمر بهدف قاتل من دفاع نجران. هدف ثالث من بينو، يسجل الهدف الثالث. قلنا عنها وضعية مثالية، يستطيع النصر أن يكسب الهدف الثالث بنيران الصديقة من مدافعين نجران في وقت مثالي. يسجل الهدف الثالث، الجول الثالث، جول الثالث يساوي 3 نقاط. خلاص ليس أمام نجران الكثير من الوقت، ليس أمام نجران الكثير من الوقت. المباراة الآن تقترب على النهاية بهدف بينو من ضربة حرة مباشرة. بينو استطاع أن يعطي النصر هدف ثالث، وتقريبا يستطيع أن يقدم للنصر النقاط ال3، وبالتالي يحقق للنصر قفزة في سلم الترتيب بجدول ترتيب الدوري العام في دوري زين السعودي. الكرة لنجران في الثواني الأخيرة واللحظات الأخيرة، والقرني راح يكون البديل القادم.